مريم فقدت أعصابها ورفدت الزجاجة. السر اللي كان مخبي في قلبها بركان وانفجر. إبراهيم يحسبها عذراء وهي راح تموت بالوجع والحقيقة المرة. وش راح يصرى نهار يعرف باللي الفاتنة تاعو تعرضت الاغتصاب؟ فاتنة الملتحي، الجزء 35، الحلقات 171 172 173 174 175. الحلقة 171. حسيته يتلمس في كل جزء من الجسم تاعي. إحساس شباب بزاف كيما تاع المرة اللي فاتت، بصح المرة اللي فاتت كنت خايفة يدا يعرف السر، حتى شاف الوشام وفطنا من ديك الحالة اللي كنا فيها. صح دوكا راني مقلقة وخايفة، بصح عادي راني مع راجلي، حتى هو ماشي ساهل، حنين لدرجة كبيرة، وكل خطوة راه يدير فيها راه يحافظ عليا، كي شغل حبة بيض خايف عليها تتكسر. كل ما نزيد نشوف في عينيه كيفاش تبدلو ودبالو نزيد نغرق وننسى روحي شكون أنا. بين دقيقة ودقيقة جردني من الملابس، بصح عاود لبسني مشاعر حب وشوق وحنين. يديه اللي كانوا يستكشفوا في جسمي ولا عينيه اللي كانوا يتبعوا في ردة الفعل تاعي. أنا جاهلة في العلاقة الزوجية، يعني ما نعرف عليها حتى تفصيل. بالعقل راني نشوف في صوالح منه، شفايفه اللي كانوا ينطبعوا ولا لسانه اللي كان يفوت عليا، حتى العضات كانوا حنان. طلقت روحي وغرقت، لقيت روحي مزير عليه، ماشي حباته يحبس، ماشي اللي راهو يدير فيه. ظهر حنين في كلش، ماشي غير في الهدرة ولا التصرفات. وزيد لي تقتل كتر وكتر كمية الرجولة اللي فيه ماشي طبيعية. الجسم تاعو رياضي ويعرف كيفاش يستعمل فيه. ما على باليش وش صرالي، قاطعني غير صوته وهو يهمس في ودني: أمير، إبراهيم، بالعقل أرخي روحك، على بالي مراكيش موالفة، ما تخافيش. الفاتنة تاعي حسيت كيما الموس عفسة تقطع فيا، زيرت عليه وعضيت على لساني، جيت نعيط غلق لي فمي، حسيت دوخة جاتني، ما عرفتش وش صرالي، غير ريقي نشف وعيني تقلبوا. إبراهيم، شت، خلاص ما تخافيش، رانا كملنا. فوت يده على جبيني، مسح لي العرق، راح يتقبل أنه ما يشوفش دم. صح هو على باله باللي ماشي ذنبي، بصح هل يا ترى راح يتقبلني ولا يعاود يتوسوس مني؟ حسيته جبت عليا وناض من فوقي، شاف درالي مفرش ورجع شاف فيا. الحلقة 172. أمين، خلاص زدتي عليها بزاف، الدين دين ترغيب ماشي دين ترهيب. حفصة، أنا ما لجأتش مباشرة للترهيب، قريب شهر نستعمل معك في الترغيب، أنت ما حبيتش تفهم، راه قريب تولي لخدمتك، تبقى تدخل عليا سكران وما تعرفش القبلة منين وتدير أشياء مخلة بالحياء. أمين، راني نجهد في نفسي، راني نحاول نصلح من نفسي. حفصة، خلي كلش على جنب، وعلاقتك الغير شرعية تاني ما قدرش تتخلى عليهم، لأنك تجاهد في نفسك ياك، عندك زوجة، واش اللي يخليك تتكلم في الحرام مع واحد أخرين؟ أمين، شاف فيها وبالعريقه، ما رانيش نتكلم معاهم. حفصة، مدت له يدها، أعطيني الهاتف تاعك نتأكد بنفسي. أمين، عيب تبحثي في خصوصياتي. حفصة، ما كاش خصوصية بين الأزواج، غير إذا كان واحد فيهم خاربها من كاش جانب وخايف الطرف الآخر يعرف بداك الشيء، يعني ما خفية أعظم. أمين، ما راني داير والو. حفصة، حتى نشوف بعيني، العلاقات الغير شرعية كبيرة من الكبائر في حالة إذا ما كنتش عارف. أمين، راني نحاول قتلك وانتي من أول غلطة رفدتي روحك وجيتي لداركم. حفصة، من أول غلطة راك تربتني، اغتصبتني وهنتني. أمين، شفتي كي نقرب منك في الفراش راني نحسك معقدة، ما تعرفي تديري والو، كي شغل راني مع دمية. بالاختصار الممل، ما راكيش تقنعيني كرجل، على بها نروح نهدر مع بنات واحد أخرين. حفصة، أولا ما نعرفش نتعامل، لأني الله غالب ما تربيتش على هاد صوالح، باش نعرف نمتاك، نعرف الطريقة البسيطة اللي تدور بين راجل ومرته. الخماج الآخر اللي انت راك تهدر عليه ماشي كي انت تعرفه لازم الآخرين كامل يعرفوه، طريقة تاع الكفار اللي حبنا نمارسوا بها. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة. تعني أن اليهود والنصارى لن يكونوا راضين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين إلا إذا اتبعوا دينهم. يذكر موقع القرآن الكريم أن هذه الآية نزلت لتؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يلتزم بالدين الذي أرسله الله به ولا يتبع أهواءهم، ماشي نتبع واش يقولهما. وانت طلبت مني شيء مقزز وغير معقول، وين حبيت ربي يغضب علينا؟ كلش حلال بين الزوجين بغض النظر على الأشياء المكروهة إلا الإتيان من الدبر. أنا باش هجرتك را قلبي معمر،
بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية تأمر بالاستمتاع بالنساء بعد الطهر من الحيض والجماع في الموضع المخصص لذلك وهو الفرج في إطار الزواج، مع التأكيد على أن هذا الأمر من الله وليس من باب العبث واللغو. ربي قال ائتوهن من حيث أمرك الله، انت تحوس تمارس معايا من الخلف والعياذ بالله. آمين. واش راكي تهضري؟ ما طلبتش منك هكذا شيء وعمري ما نطلبه. حفصة قربت منه، انت ما على بالكش وقتاش طلبته؟ خليني نقولك، كنت سكران وقريب فرصتني من هذاك المكان حتى هربت منك، زيد وش حاب تاني؟ آمين. تحكي من نيتك. أوف ربي يهديك، ما رانيش نلوم فيك على واش خرج منك ديك اللحظة لأنك ما كنتش في وعيك، بصح لومك على الخمر، لكن ماشي هو ما يتغمضوش عينيك وتحاول دير لي هكذاك. معليش نقدر نجنبك كي تكون سكران ونهرب منك، بصح والصلاة ما نقدرش نعيش مع واحد ما يصليش، افهم. آمين. راني نصلي. حفصة تصلي فرض وتخلي الباقي، التليفون وتبقى معاه والآذان يأذن، ربي يفكر فيك وانت تسمع وناسيه، تسمع نداء الرحمن ولا تلبيه، عيب عليك. آمين. فوتي يدو على وجهه شاف فيها، اسمح لي على كلش، تستاهلي واحد خير مني وأحسن مني. يا عمي عباس، يا عمي عباس. حفصة تشوف فيه وتبع فيه بعينيها واش راح يدير. عباس دخل عليهم يمشط في الحيطو، واش كاين فريتوها؟ آمين. عمي عباس بنتك راهي طلقة ب3. حفصة مع اللي نطقها حسيت مستخل قلبي، ممكن صح حضرت له على الطلاق بصح ما تقبلتهاش كي خرجت منه، ما على باليش إذا غاطني عمري ولا بديت نحبه. تلفت لي بصح اللي خلاتني نكوراجي روحي صلاة الاستخارة اللي صليتها والدعاء اللي دعيته في ديك اللحظة، الاعتراض على حكم الله، قدر الله ما شاء فعل. عباس بنتي البسي خمارك، ما راحش معنا محرم. حفصة زربت دارت خمارها وجات تخرج. آمين. في هذا اليومين توصلك ورقة الطلاق كما قلتي انتيا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. راكي طالق طالق طالق. الحلقة 173. حفصة تحكي مع اللي هو خرج، أنا زربت رحت لبيتي، ما حبيتش نشوف في أبي لأنه حتى هو وقف مخلوع. جات أمي تهدر معايا فت فيها قبالة، أنا عندهم يد في هذا الموضوع، أنا صح قبلت به رغم عيوبه، بصح علاه من الضغط تاع أبي ما كاش اللي تحب ترمي روحها في النار. مع اللي دخلت لبيتي طرققت بالبكا، ما على باليش علاه، غاضبتني عمري، بصح نجريت. ماشي طلاق لي واعر، اطلاق يبقى مكتوب. الواعر هذاك الإحساس اللي تحسيه من مور الطلاق، ما يهمش كلام الناس كي ما يهم شعورك اللي تحسيه تكسر، خاصة كي تكوني صغيرة في العمر. يقولوا لك دركا تعودي حياتك، إيه معليش حياتي تتعاود، بصح وعذريتي منين نعاود نجيبها؟ ياك يا حاجة عزيزة تتمد لإنسان عزيز اللي قديراهم يقرأوا ويمارسوا في كاش هواية، وأنا راجعة مطلقة في شهر زواج. لو كان غير طلقت بصغير في حجري معليش نقول يونسني، أنا صح قلت له طلقني بصح ما توقعتش منه يديرها بهذا الجفاء. أنا سنيت منه أنه يعدل روحه ويشد في دينه، ماشي يطلقني مباشرة بهذه الطريقة. شفت دموع في عينيه وهو ينطق في كلمة طالق، بصح عمري ما نزيد نآمن فيه. أنا تعبت باش قويت العقيدة تاعي، ماشي هو اللي زعزعها فيا. سهرت الليل من نقرأ ونبحث في ديني بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أنا صح ما قريتش العلوم في المدرسة، بصح الحمد لله قريت وتعبت باش نتفقه في الشريعة. صح هو قاري في الجامعة، بصح نبقى أنا أعلم منه، لأنه الجاهل ماشي اللي مقراش، الجاهل اللي ما يعرفش أمور دينه ويفقه فيهم مثله هو. ممكن هذا اختبار ليا، ممكن ربي شاف فيه شر ليا بعده عليا. أنا حبيت ندله لطريق المستقيم، حبيت نكون سبب في التوبة تاعه، بصح قدر الله ما شاء فعل. من علامات الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ما رانيش خايفة كي طلقني، راني خايفة إذا نكون عشقته. دموعي هادو ما نديرش فيهم لامان، راهم يحبطوا عليه ولا على فراقه. الحلقة 174. خرج من دار نسابو عينيه حمورة، ماشي عارف كيفاش يدير. هدرت باباها راهي غير تردد في وذنه، بنتي غطي شعرك راه معانا أجنبي، مرجعش محرم تاعك. كيفاش كانت مرتو قبل ساعات ودرك رجع أجنبي عليها؟ وين راح يروح؟ على باله مليح باللي الغلطة فيه ماشي فيها هي. نهات للخير. بعد بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحج 41. من أحب الأعمال إلى الله النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. وين غلطت هي معه؟ رزق ربي بزوجة صالحة لشحال من واحد يتمناها وما عرفش يتصرف معها. ولكن بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. سورة النور الآية 26. ولكن فرعون كان خبيث وطاغي. آسيا زوجته ربي ابن لها قصر في الجنة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. التحريم 11. لوط كان نبي وزوجته كانت عجوز من الغابرين خبيثة. ربي خصفها مع القوم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. النمل. يعني صح الآية تبين أن الناس طيبة تنجذب للناس طيبة والناس الخبيثة تنجذب للناس الخبيثة. الآية ما عندهاش علاقة بزواج، ولكن ما ننساش الابتلاء. يعني يقدر يكون إنسان طيب وتقي مثل زوجة فرعون ونبينا لوط، يبتلاهم الله بأزواج خبثاء، وهذا اسمه ابتلاء. ممكن أمين كان ابتلاء الحفصة، يا يسمح فيها ويكون من الخبثاء يا يرجعها ويكون من المتقين. الحلقة 175. إبراهيم رجع عندها وشاف فيها. لا باس. مريم بحشمة. لا باس الحمد لله. إبراهيم علاش راكي حشمانة؟ وشدها وحطها على صدره. مريم حبيت برك نسقسيك. إبراهيم سقسي الفاتنة تاعي. مريم ما تقلقتيش كي ما شفتيش دم؟ معظم الرجال يحبوا يشوفوا دم في أول ليلة، يعني انتي ما غاضتكش عمرك. إبراهيم تبسم معاها. علاش تصيديني عمري؟ ممكن غشائك مطاطي ما ينزفش، ممكن من النوع اللي يحتاج أكثر من محاولة باش يتفض، يعني عادي. أنا عندي ثقة فيك. عذرية المرأة عمرها ما كانت في قطرة تاع دم، دركا كي نعاودوا بإذن الله يتفض عادي. مريم شافت فيه وبلعت ريقها. مريم تحكي. استناو دقيقة راسي رايح يطردق. كيفاش؟ واش راه يقول؟ قلبي رايح يخرج من صدري، يعني ما على بالوش باللي تعرضت لاغتصاب. هذاك واش قالوا ديك الليلة؟ ما فهمتش. صوت الداخل فيا راهي تعيط وتبكي. مريم اللي ساكنتني بين دقيقة ودقيقة رايحة تهبل. كرشي توجع فيا وحسيت بريقي نشف وحكمتني غمة وين تخنقت ولساني ثقال. ما على بالوش مازال ما على بالوش باللي أنا ماشي عذراء وتعرضت للاغتصاب. في بالو لازم نزيدو نعاودو باش ننزف. يا ربي يا ربي يا ربي، علاه يا ربي راه يصرى فيا هكذا؟ وأنا قلت المشكلة تحلت وراح على بالو واش كاين وطلقت روحي معاه. مستحيل نقدر نخبي عليه. الخطر هذاك مازال مهددني. على بالكم كيفاش راني نبكي من الداخل، راني رايحة نطرطق، ما قدرتش نشد روحي. نضت نعيط ونبكي وهو مخلوع فيا. إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم. وش بيكي مريم وش بيكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مريم بعد ما نستحقش غير بعدني. نبكي في دم ولا في دموع؟ ما عرفتش واش كان يطيح من عينيا في ديك دقيقة. مولنية يغلب. ما لقاش دم وقال لي بالك غشائك هكذاك. كيفاش نكذب عليه؟ كيفاش نعيش معاه وأنا خادعته في هاد الشيء؟ في هاد الدقيقة الموت أهون ليا. يا ربي يا ربي يا ربي، فات فيا، حبيته، كيفاش ندير؟ ما رانيش مستعدة باش نخسره. كامل في بالي على بالو بواش صرا، وقلت خلاص تهنيت، وهي ظهر والو، ما بان كلش، مازالو مخبي. حكمني انهيار عصبي. هو يشد فيا لأنا رجعت نضرب في وجهي، ما فهم والو. في بالو قاسني مس ولا عفسة كيما هكذا. رجع يقرأ عليا في القرآن، وأنا كل ما نسمع الآيات يزيد يضيق عليا الحال ونرجع نخبط. ما فهمتش واش صرالي بين دقيقة ودقيقة. علاش راني ما نحملش نسمع القرآن؟ وعلاش راني نشوف فيه كحل؟ راني حابة نصارحو دركا، وكي نصارحو نقتلو. تبدل حالي وصوتي حسيتو تبدل. خطفت روحي رفدت زجاجة. ما كنتش فايقة بروحي واش راني رايحة ندير. ما رانيش مستعدة باش نخسرو. خسروا لي حياتي وشرفي بسبب هاد العقدة، رايحة نموت. مريم بعدني جبت عليا وبقى يشوف. إبراهيم مريم انعلي الشيطان، استعيذي بالله، حطي زجاجة من يدك، أنا راجلك. مريم على بالك واش صرا لي ولا لا؟ على بالك على جدم معذريتي ما كاش ولا لا؟ إبراهيم بتلعثم. واش دخل هاد الشي؟ ماشي مهم، راني قلتلك ماشي لازم يكون كاين دم، ممكن يكون الغشاء. مريم اسكت دركا نقولك علاش. إبراهيم بالعريق وبقى يشوف فيها.
بين دقيقة ودقيقة، فقدت الأعصاب تاعها. وهكذا نختموا هذا الجزء اللي حبس الأنفاس. مريم راهي بين يدي إبراهيم وزجاجة في يدها، هل راح تقتل روحها ولا تفرغ قلبها؟ ما تنساوش لي كومنتير وقولوا لي واش تتوقعوا رد فعل إبراهيم. نوجد لكم الجزء 36. تبقوا على خير.